من منا يا جماعة يستطيع أن يذبح هواه قربة إلى الله؟ من منا يستطيع أن يفتح جواله الآن ويمر في الاستديو على الصور الخليعة ويمر على الأغاني ويمسح، يقول وعزتك وجلالك يا ربي إنك تعلم إني ودي أخليها في الجوال وأنا أستمتع بها، لكني مسحتها عشانك أنت، لأني أحبك يا ربي حب عظيم عشانك أنت. يدخل الواحد يجي عند كمبيوتره ويدخل على الأشياء المحرمة ويمسح ويحذفها من المحذوفات مباشرة ويرفع يده يقول وعزتك وجلالك تعلم أني ودي أنظر إليها، لكني مسحتها عشانك أنت، لأني أحبك يا رب العالمين. إذا كان عنده هارد ديسك في أفلام محرمة، عنده فلاش ميموري في أفلام محرمة، عنده ذاكرة جوال، عنده شيء إما يتلفه وإما يمسحه، يرفع يدينه يقول وعزتك وجلالك يا رب إنك تعلم إن نفسي تشتاق إلى هالصور والأفلام وعيني تشتاق إليها، لكني أتركها عشانك أنت، لأني أحبك يا رب العالمين. إبراهيم يذبح ولده يقول عشانك يا ربي أنا أذبح ولدي عشانك. أنت ما أنت قادر تمسح مقطع ولا تمسح رقم بنت ولا تبر بوالديك ولا تترك محرم أو تترك وظيفة محرمة ولا تترك مال حرام ولا تترك تعاطي مخدر ولا تعاطي حشيش ولا تعاطي دخان عشان وجه الله. إبراهيم يقول الله فلما أسلم عشانك أنت يا ربي لأني أحبك أذبح ولدي، حبة قلبي وثمرة فؤادي اللي طالما ضميته وشميته أذبحه عشانك. أنت ما أنت قادر تذبح هواك، تذبح المنكر، تذبح مراد الشيطان لأجل الله. وين الإيمان يا أخي؟ وين التعلق بالله؟ وين حب الله في القلب؟